في واحد الوقت اللي فيه المغرب كيعزز القوة العسكرية ديالو بشكل كبير، بان ملف جديد قدر يخلق توتر غير متوقع بين الرباط وواشنطن. الحديث هنا على مقاتلات الاف 16 الامريكيه اللي المغرب طلبها السنوات هذه، والى حد اليوم مازال موعد التسليم الحقيقي ما واضحش. والاكثر من ذلك كاين كلام حتى على ارتفاع في الثمن وتاخير كبير في التسليم. فشنو واقع بالضبط؟ وشحال غادي تكلف هاد الصفقه؟ وعلاش تاخر التسليم حتى لحدود سنه 2027؟ والاهم، واش فعلا هاد التاخير يقدر ياثر على ميزان القوى في المنطقه؟ الصفقه العسكريه اللي كينتظرها المغرب، القصه ديالها بدات سنه 2019 ملي قرر المغرب القيام بخطوه كبيره في تحديث سلاح الجو الملكي. الرباط وقعات انذاك صفقه مع الولايات المتحده لاقتناء 25 مقاتله متطوره من نوع اف 16 بلوك 7072، المعروفه ايضا باسم اف 16 فايبر. القيمه الاجماليه ديال الصفقه وصلت تقريبا ل 3.8 مليار دولار. لكن الصفقه ما كانتش فقط شراء طائرات جديده، بل كان فيها كذلك تحديث 23 طائرة F-16 قديمة عند المغرب ويحولوها لنفس المعيار المتطور فايبر. بمعنى آخر، المغرب كان كيسعى إلى بناء أسطول كامل من مقاتلات F-16 الحديثة، قادرين كاملين يشتغلوا بتكنولوجيا وحدة. وهذه الخطوة كانت جزء من برنامج شامل لتحديث القوات الجوية الملكية المغربية. أشنو كيجعل هاد الطائرات مهم؟ مقاتلات F-16 بلوك 7072 كتعتبر من أكثر النسخ تطورا في العالم من هاد الطائرة الشهيرة. ومن أبرز التقنيات اللي فيها، أولا رادار متطور. هذا الرادار كيقدر يرصد أهداف متعددة في نفس الوقت، وكيقدر يشتغل في بيئة حرب إلكترونية معقدة، وكيعطي دقة عالية في الاستهداف. ثانيا، أنظمة حرب إلكترونية حديثة لحماية الطائرة من الصواريخ والرادارات المعادية. ثالثا، قمرة ديال القيادة الرقمية بالكامل كتسمح للطيار بالتحكم في الطائرة والأنظمة القتالية بكفاءة أكبر. بمعنى بسيط، هاد الطائرات كتمثل قفزة نوعية في قدرات سلاح الجو المغربي. ولكن فين هو المشكل؟ المشكل بدا كيبان مؤخرا ملي اكتشفوا المسؤولين المغاربة أن موعد التسليم غير واضح. التقديرات الأولية كانت كتشير إلى وصول الطائرات خلال 2025، لكن بسبب ضغط الإنتاج عند الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن بدات التوقعات كتغير. دابا كاين حديث عن تأجيل التسليم إلى حدود سنة 2027. وماشي غير هادشي، بل بان أنه كاين حتى مراجعة في الأسعار، وهادشي اللي خلق نقاشات مكثفة بين الرباط والشركة المصنعة. علاش وقع هاد التأخير؟ كاين عدة عوامل كتفسر هذا الوضع. أولا، خطوط إنتاج المقاتلات الأمريكية اليوم ممتلئة بالطلبات. العديد من الدول حول العالم طلبات نفس الطائرة، مثل البحرين، سلوفاكيا، بلغاريا، وحتى تايوان. وهذا خلق ضغط كبير على القدرة الصناعية والإنتاجية للشركة. ثانيا، الأولويات العسكرية للولايات المتحدة حتى هي تغيرات من وراء الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوتر مع الصين. واشنطن بدات كتعطي الأولوية لبعض الحلفاء الاستراتيجيين. ثالثا، تعقيدات سلاسل التوريد العالمية. جائحة كورونا أثرت أيضا على صناعة الطائرات العسكرية. واش هذا الشيء غادي يأثر على قوة المغرب العسكرية؟ خبراء الأمن كيقولوا أن هذا التأخير ما غيغيرش التوازن العسكري فورا في المنطقة. والسبب بسيط، المغرب بالفعل كيملك أسطول من مقاتلات الاف 16، كما أن عملية التحديث ديال الطائرات إلى معيار فايبر مازال مستمر لحد الآن. ولكن المشكلة ماشي في الحاضر، بل في التخطيط للمستقبل، لأن الجيوش كتعتمد على جداول دقيقة في الإدماج ديال الأنظمة الجديدة في التدريب في الصيانة. وأي تأخير في التسليم يمكن أنه يخلق فراغ مؤقت في القدرات العسكرية. علاقة المغرب العسكرية مع الولايات المتحدة، المغرب كيعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة في التسليح. بين 2014 و 2018 مثلا، حوالي 62% من واردات ديال السلاح المغربية جاءت من أمريكا، وهذا كيجعل واشنطن الشريك العسكري الأول
ديال المغرب. كما أن البلدين كيديروا مناورات عسكرية مشتركة مثل الأسد الإفريقي، واحدة من أكبر التدريبات العسكرية في القارة. إضافة إلى ذلك، هناك مشاريع لتطوير قدرات الصيانة المحلية لطائرات F-16 داخل المغرب بالتعاون مع شركات دولية، وهذا كيعني أن الرباط ما بغاش فقط شراء السلاح، بل أيضا بناء قدرات صناعية وتقنية محلية. وسط هذه التطورات كيظهر موضوع آخر يثير الكثير من الجدل، وهو إمكانية حصول المغرب مستقبلا على مقاتلات F-35 شبحية. هاد الطائرات كتعتبر اليوم الأكثر تطورا في العالم، ولكن الحصول عليها ماشي سهل، حيث واشنطن كتمنحها فقط للحلفاء محددين جدا. ومع ذلك العديد من التقارير كتشير إلى أن المغرب كيطمح على المدى البعيد لدخول هذا النادي. ولكن قبل كل شيء كتبقى مقاتلات الاف 16 فايبر خطوة أساسية في هذا المسار. إذا لاحظنا غنشوفوا أن المغرب كيتبع استراتيجية واضحة. الهدف ماشي فقط شراء الطائرات، بل بناء قوة جوية متقدمة قادرة على العمل لعدة عقود. هذه الاستراتيجية كتعتمد على ثلاثة العناصر: تحديث الأسطول الحالي من الطائرات، ثانيا اقتناء تكنولوجيا جديدة ومتطورة، ثالثا تطوير قدرات الصناعة والصيانة داخل المغرب. وبالتالي حتى لو كان هناك تأخير في التسليم، فإن المسار العام لتحديث القوات الجوية المغربية ما زال مستمر. في النهاية، تأخير تسليم مقاتلات F-16 فايبر للمغرب كيطرح عدة أسئلة مهمة حول الصناعة العسكرية العالمية، حول الاعتماد على دول وعلى مورد واحد للسلاح، وحول مستقبل التوازن العسكري في المنطقة. لكن في نفس الوقت هذا الملف كيوضح حقيقة جديدة، وهو أن المغرب ولات عنده استراتيجية عسكرية خاصة به في شمال إفريقيا، لدرجة أن صفقات السلاح الخاصة بالمغرب ولات كتثير نقاشات دولية واسعة. والسؤال اللي كيبقى مطروح: واش غتوصل هذه المقاتلات فعلا في 2027 كما يقال الآن، أم أن المغرب غني يبحث على خيارات أخرى لتسريع تحديث سلاح الجو ديالو؟ الأيام القادمة قد تحمل الجواب. في الختام يبقى النقاش مفتوح، والرأي مسؤولية، والمعلومة أمانة. نترك لكم التعليق وإبداء الرأي باحترام. وإلا عجبكم المحتوى ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والتفاعل، لأن المتابعة ديالكم هي اللي كتدفعنا للاستمرار في تقديم محتوى جاد وموثوق. كيعاون ربي.